تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحدث ظهور للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، حيث بدا في وضع صحي مضطرب وهو ما تجلى في صعوبة النطق والتنفس التي طغت على ظهوره الذي لم يتجاوز الدقيقة. نشر المشرف على الفعاليات الفنية في السعودية عبد الله مخارج مقطع فيديو يظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه زاعما أن المقطع وفق تصويره قد تم في لندن. أيضا ظهر في الفيديو المستشار تركي آل الشيخ وهو يعلق على مباراة بين المصارعين ألكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وكيف يتوقع نتيجتها، ورد عليه قائلا: المباراة ليست سهلة. وأضاف المستشار في الديوان الملكي السعودي: أنت لا تعلم شيئا عن ألكسندر أوسيك، أتذكر أنه صفحني مرة وكانت مصافحته قوية، فالأمر ليس سهلا ولكن دوبو سيفوز. بالعودة لنتيجة النزال الذي تحدث عنه آل الشيخ، فقد احتفظ الأوكراني ألكسندر أوسيك بلقبه العالمي في الوزن الثقيل بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة التاسعة على الملاكم البريطاني دانييل دوبواو في فروتسواف ببولندا يوم السبت. تفاعل كثيرون مع مقطع الفيديو الذي نشره مخارج على صفحته في مقطع إكس تويتر سابقا. عقب البعض بأن مقطع الفيديو الذي نشره لتركي آل الشيخ لم يقع تصويره في لندن إنما في الرياض. أيضا قال الناشط التركي العنقري في السياق: اللهم اشفيه وعافيه وكل مريض، كان المقطع في الرياض. وعلى غرار مكان تصوير المقطع المصور، كان للوضع الصحي لتركي آل الشيخ نصيب من التفاعل، حيث تساءل البعض عن تطورات مرضه بعدما ظهر بهذا الشكل الذي يدل على تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ. وكانت مواقع إخبارية عربية سلطت الضوء على مرض آل الشيخ، ونقل بعضها عن المقربين من المستشار في الديوان الملكي أنه أصيب بمرض متعلق بالأوعية الدموية، لكنهم لم يصرحوا بطبيعة المرض.